الطعمية أو الفلافل المصري بمكونات بسيطة ونتيجة ممتازة. أهلا بكم حبايبي، يلا نسمي الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس أمر. معايا أول حاجة ربع كيلو من الفول المدشوش، نقعتهم 12 ساعة، وبصلة متوسطة، قرن فلفل حامي حسب الرغبة، كم فص من الثوم، معلقة كبيرة من الكزبرة والكمون الحصى، معلقة من الملح. الخليط كل ده طحنته كويس في الكبة. بعدين بضيف عليه نص معلقة صغيرة من الكربونات وبيضة. البيضة فايدتها طبعا بتدي قيمة غذائية عالية، وكمان بتحسن لي قوام عجينة الطعمية. وبضربها كويس قوي ضرب ناعم زي ما انتوا شايفين كده. ده قوام عجينة الطعمية اللي مفروض يكون عليه زي ما انتوا شايفين. طيب نعمل ايه لو لسبب ما طلعش القوام مظبوط؟ انا طبعا لو مشيتي على المقادير كده صح هتطلع معاكي العجينة زي الفل. هنزود معلقة من البقسماط ونرجع نضربها في الكبة تاني، او معلقة من الدقيق. وهنا معايا للقلي هنحط كوباية مية وبس، محتاجة معلقة. وناخد كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. انا رشيت عليها سمسم عشان تدي شكل حلو كمان وقيمة غذائية عالية. باخد بالمعلقة وبحط في الزيت. لازم طبعا الزيت يكون سخن وزيت غزير، يعني انا هنا مقتصدة في الزيت. انتي طبعا يعني زودي بقى زيت براحتك كده عشان تطلع منفوخة والنتيجة تبقى مرضية ومبهرة بالنسبة لك. بس عايزة اقولك ان هي الطعم اجمل بكتير واصح بكتير من اللي بنشتريها بره. على الاقل الزيت مضمون، والخضار غسيله مضمون، وكل حاجة مضمونة. فجربوها هتعجبكم. وما تنسوش لايك واشتراك وشير لو الفيديو عجبكم. اشوفكم بخير دايما يا رب، الى اللقاء.